في بروكسل. نحن شامين حاجة لكن انتم ما عندكم خبر. في حاجة من أول أمس ولا حتى أمس في شغل مكمل تحت ونحن عندنا الخبر عندنا المعلوم، لكن ما قدرنا نجي نتكلم إلى ما يتم التنفيذ. أول حاجة نديكم بالتفاصيل بالراحة كده، وهم ذاته الجنجويد طلعوا يتكلموا في الميديا، لكن داك ما صح. الحقيقة يا هو الموجود هنا القحاطة والجنجويد ديل هم كلهم عبارة عن زبالة في الزبالة. اتلموا مشوا طلبوا من الاتحاد البرلماني في بروكسل، قالوا يا اخي نحن دايرين صالة VIP، صالة تمام جامد كده، وعندنا ندوة سياسية وعندنا تفاكر سياسي بالنسبة للوضع الجاري في السودان. طبعا الناس زي ما اصلا ما فاهمين. في ناس تانيين من باقي الدول ده ذاته قال لهم هوي يا بروكسل اعمل حسابك، الناس ديل قحاطة والجنجويد. لكن ما يعني هم ما ركزوا في الكلام ده، ادوهم الاذن. الناس اللي جو يتكبوا في الصاله لما جو يتكبوا في الصاله الشباب مشوا من فرنسا هنا، من المانيا، من بروكسل هناك ذاته، الشباب اتلموا هناك قالوا هوي ديل ما جنجويد ذات وديل قحاطه، توالي مشوا لهم هناك. وهم اصلا اجباري دارين الاتحاد الاوروبي يقف معهم في فهمهم كده يعني. طيب ناس وليد ماديبو والجماعه ديل شفتها يتلموا هناك. الشباب ده لما مشوا قالوا هو ديل جنجويد رفعوا اليافطات طوال ناس الدوله قالوا كيف ديل جنجويد؟ ما قالوا الندوه دي ندوه سياسيه وتفاكر وكل الشعب السوداني موجود. قالوا لهم لا ديل جنجويد، قال لهم يلا برا. ايوه اذا اكدتوا ديل جنجويد اي برا، قال لهم جنجويد برا. وهم هسه حلفوا قال لهم يا اخي نحن عملنا الندوه واتفاكرنا وكملنا الشغل ويا بشر ها انت عارف يعني حتى الرئيس البرلمان بتاعهم جاي يعتذر قدام الشعب، جاي يعتذر عديد كده للشباب. وده هو ذاته هسه قبل شويه مش جبت لكم صوره هنا كويس، مش جبت لكم هنا الصوره كانت هسه قبل شويه كويس. ياهو ده شخصيا ياهو، وانا هسه اشغل لكم فيديو وقد يكون شاهدتوا الفيديوهات وكل الحاجات اللي حصلت في الميديا عندكم، نشروه في الفيس، نشروه في المكان. ده الناس اللي قالوا نحن من داخل نحن من داخل البرلمان الاوروبي. يعني حموا يعني يخشوا الناس بانه نحن الان في داخل البرلمان الاوروبي. كيف يعني نحن يا موديب هسه بيجي بقول لك نحن من داخل البرلمان الاوروبي؟ معناته شنو؟ معناته يخش الناس الموجودين في السودان يعني يكذبوا للمواطن هنالك يقول لهم يا اخي نحن الان من داخل البرلمان الاوروبي. انا كلام كثير ما ينفع ذات. اول حاجه خلينا نسمع الفيديوهات بتاعهم وبدك نجي راجعين عشان نكمل حديثنا، لانه كده الجوته ذاته ما بينفع. نسمع الحاجه اللي حصل هناك شنو، نصدق منو؟ طيب نسيها كده. انا بصدق منو؟ انا بصدق عيسى المدريدي ولا بصدق الطاهر الحبيب ولا بصدق المسؤول في البلد؟ انا بصدق الزول المسؤول في البلد، ما بصدق انت يا الطاهر الحبيب ولا عيسى كويس. pushed the country into chaos. مش محتاج احكي لكم عن الوضع في السودان والحرب بين الجيش والجنجويد الدعامه، والوضع كل الناس عارفاه والتقارير الدوليه عارفه، العالم كله عارف. يا جماعه انا دار تكبيس، الله يبدا كبسوا والصوتيات والحاجات دي ممكن يكبشروا. ايوه الناس تكبشر ويتوظف في الجروبات زي ما ذاك، لكن اهم حاجه كبسوا عشان شنو؟ كل ما نشغل رساله صوتيه الله بعدين بيجي هجوم، بيجي بلاغات. يلا العالم كله pushed the country into chaos. مش محتاج احكي لكم عن الوضع في السودان والحرب بين الجيش والجنجويد الدعامه، والوضع كل الناس عارفاه والتقارير الدوليه عارفه، العالم كله عارف. العالم كله عارف. It has destroyed communities, forced millions to flee, and deepened an already severe humanitarian crisis. All of this takes place in a country that is also highly vulnerable to climate change and natural disasters. الحرب اللي دمرت مجتمعات وأجبرت الملايين على النزوح في بلد كان يعاني من الأساس
من عدة أمور أهمها كمان الآن النزاع البيئي. What I did not know, the two main speakers of this Sudan event had direct ties to the Rapid Support Forces. اللي أنا ما كنت بعرفه إنه المتحدثين الاثنين الموجودين في الحدث مرتبطين مباشرة بالجنجويد. And while this civil war has seen both sides committing unspeakable atrocities, the RSF is using those atrocities systematically and deliberately as a weapon of war. There is a difference in being part of the violence and chaos that stems from every war and using this violence and chaos as a means to your end. للأسف الكل متورط في الدم السوداني، لكن الجنجويد استخدموا تورطهم والعنف الموجه ضد النساء كسلاح في المعركة. Which you can find on the European Parliament's homepage. I called for European fighter jets to be sent to fight against the RSF. على العكس تماما، في خطابي 12 مارس 2025 طلبت من الجيوش الأوروبية إرسال طائراتها لقصف الجنجويد. Therefore, I would like first and foremost to thank all of you who participate in this manifestation today. You are proving that civil society works. You are proving that the democratically elected politicians like me can be held accountable for their actions and can be made aware of their mistakes. أحب أشكركم جدا جزيل الشكر واحد من الموجودين الآن، لولاكم لما تم إلغاء الحدث. You took your time, you took your money, you took your voice to come here today. And while I cannot repay you this, I can tell you it worked. Because without you, I would be right now speaking at this event. I would be speaking at the event that we cancelled because of you. Right now, I would give a platform to those people who seek to legitimize the murderous henchmen of the RSF in the European political sphere. لولا وقتكم وفلوسكم وتضحياتكم ومجهودكم ووقفتكم هنا في البرد ما كان أنا استوعبت الخطأ اللي أنا سويته. Secondly, I would like to thank my dear colleagues, MEPs Mrs. Woutmans and Mr. Gala, for reaching out to me. The fact that they immediately knew that there must have been a mistake on my side is a testament to their care for our European Parliament as an institution and their appreciation for our shared fight as members of this House committed to the democratic camp. بتوجه بالشكر لأعضاء البرلمان مايكل جالر هيلدا فاوتمانس لأنهم هم بلغوني مباشرة بالخطأ وحاولوا وتدخلوا مباشرة لأنهم بيعرفوا نيتي الحسنة بخصوص السودان، بتذكروا خطاباتي بخصوص السودان. مجهودهم أكد على أهمية البرلمان الأوروبي كمكان للديمقراطية مش مكان لمجرمي الحرب. I take full responsibility for this. Thank you very much. We Thank should you. have asked more questions. We should have looked deeper because trust can never replace scrutiny. And this is why this event was cancelled immediately. أنا اللي باخذ المسؤولية الكاملة، كان مفترض أدور أكثر وراء تقول لسان وراء مدبو، ولكن الموضوع انتهى. Thank you very much. The victim will never forget. The people of Sudan will never forget this. This is, a brave position. Thank you. To everyone who was hurt or disappointed by this incident, I sincerely apologize. I overlooked these connections and that was my mistake. I will learn from it. To everyone here and everyone who reached out, I want to say thank you again. And I promise you this, I will continue to fight for human rights, for freedom and for peace. تمام، خلينا نمشي للفيديو تاني. يا شباب الجنوب كله حسبوا وكل المرتزقه شفتم ولا ما شفتم الليله؟ ها؟ كويس؟ ديل هم زي ما قاعدين نتكلم يومي اتلموا ومشى قال للبرلمان بتاع البروكسل نحن عندنا ندوه سياسيه. دقيقه بس، انا عندي فيديو تاني كده خليني نشوفه. دقيقه بس دقيقه بس دقيقه بس دقيقه بس.
يا جنجويد ما دي يا جنجويد جنجويد على مستوى العالم انت واحد ملتزم انت فوز ما تمشي امشي من هنا امشي من هنا امشي امشي من هنا امشي امشي من هنا حتى القرات حرق النساء حرق النساء سلاح الكمال انت جاي بالصوت ده شنو يعني؟ واحد مسج شنو يعني؟ انا ما انت تعرف انا جاي لسيدك انت كفل انا جاي لسيدك انا جاي لسيدك لما بكاتب انا شنو؟ القيم امشي يا زلمه امشي يا زلمه شنو؟ من 2003 اغتصبوا امك من 2003 اغتصبوا امك اغتصبوا اخواتك. انت عارف ناسك بعد ما طلعوهم من جوا ما في حاجه يقولوا تاني يا فلنجاي يا فلنجاي. ما هو كده اصلا. انت تتخيل زول قاعد في عمار كده بيجوك البلابس ديل بامبولك بس في راسك ومحل ما يمشوا في الدنيا ده بتلقى الفلنجايات ديل قاعدين بس. ايوه محل ما تمشي بس يعني ماشي كفتيريا تلقى فلنجاي يقول لك يا الا تدنجر تيد، ماشي حمام ماشي طولات ساكت تلقى لك فلنجاي في النص. ايوه يعني هسه ده دقيقة بس قبل ما نمشي دقيقة بس. هسه الربيع قال شنو هنا كمان؟ دقيقة بس. وينو له؟ دقيقة بس. دقيقة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طبعا انا معي اخونا عيسى والدبوك ومجموعة من الاخوة جينا بلجيكا مقر الاتحاد الاوروبي. كان عندنا لقاء ناجح جدا مع عدد من البرلمانيين بحضور اخونا دكتور وليد ماجد واخونا دكتور شرحوا فيه اسباب الازمه كلها، والبرلمانيين الموجودين كذلك اطلعوهم على كل الحيثيات. اخونا عيسى برضه لو اطلعت للناس قبل ما تحصل، لانه طبعا بعد نحن ما انتهينا جو الفلنجات دول بيجوطوا كده، لكن طبعا بعد ما الموضوع كله انتهى يعني. مرحبا بك اخونا الربيع، ونورتونا وشرفتونا في العاصمه البلجيكيه بروكسل في داخل مقر الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء الموافق 24/9/2025. الجلسه والندوه في مخاطبه اعضاء كثر ومسؤولين في داخل الاتحاد الاوروبي تمت بنجاح. والمؤسف اكثر بعد نهايه الجلسه اننا بعض الشباب طلعوا وجدوا بعض الكتاريك بتاع مرتزقه اللهب المسلح وشاجروا معهم، فدخلت الشرطه فورا وتم القبض عليهم، لانه هم نفسهم جايين من مظاهره ودايرين يعتدوا على الاخرين.
فده كله الحصل وما لازم توضيحه، يعني ما في اي شيء. والجلسه تمت هي كانت ناجحه جدا. نعم، لان هي كانت في داخل مقر الاتحاد الاوروبي في صاله مغلقه تماما، وكل الامور. ده اول عمل لتاسيس داخل الاتحاد الاوروبي. بالضبط. وتحيه خاصه جدا للوليد ماديبو واخونا الاستاذ احمد كفت، ايضا قيادي في حركه العدل والمساواه، قياده سليمان صلاح. والله شكرا لكم يا اخي، تاسيس فوق بس. شكرا لك. كده دقيقة كده فهموني حاجة. ده مكان اللي انت مشيت اجتمعت ده رئيس البرلمان بتاعهم جاء اعتذر. قال لك انا لو ما انت جيتوا الشغل ده كان تم، انا انهيت البرنامج. وهسا لك الله يا جماعه نصدقوا بنوتين. نصدق المسؤول بتاع بروكسل ولا نصدق دير اللي في التيك توك؟ وانا في حاجه سؤال بسالكم، شنو يعني انا من داخل البرلمان الاوروبي او من داخل الاتحاد الاوروبي؟ دقيقه بس كده انا فهموني كويس. دقيقه بس، معناته شنو ده؟ من داخل البرلمان الاوروبي. كده بالراحه كده فسروا لي، كلهم بكتبوا، كلهم الخش في المكتب ده الليله خش ده، نحن من داخل البرلمان الاوروبي، نحن من داخل البرلمان الاوروبي. هل الدخول زي الخروج؟ هنا في زول يفسر لي، نحن في الفاشل هناك عندنا في شيء ده المودب صح؟ وده الفلنقاي بتاعه صح؟ يعني بيشوف نفسه هو في مكان توب في الدنيا. لا ما توب، شباب الخبش واقفين هنا ديل التوب. ده الرئيس بتاع البرلمان الاوروبي اللي انتوا خشيتوا ده الرئيس، يتصور مع شباب ديل. لا اله الا الله. وبعد ده رئيس بتاع انت المكان اللي مشيت في بروكسل ده طلع اتكلمت بفيديو وصوره وصوت، اعتذر وقال له ما كانت الشباب اللي انتوا جيتوا هنا ده الشغل ده كان تمت وفشلنا الشغل. يا جماعه هوي انا بوريكم فاشل انتوا والله. لو تقول الدوله التعزيز 1000 مره فاشل. ليه؟ انا مبارك قلت لكم الناس تكبس الناس. يا جماعه ماله ما اقول يا ناس، يعني طاسه قاعدين ده اذا اي يوزر كبست كده بس 10 تكبيسات ساكت وقد اللايف ده ما ارتفع كانت